بجد اليوم اللي بعمل فيه أكلة شعبية بيبقى أسعد يوم في حياتي. باكل فيه أكتر بكتير جدا من الأيام اللي بعمل فيها بقى سمك لحمة فراخ. بحس كده إن نفسي مفتوحة وباكل علشان أنا عايزة آكل، حابة آكل كده، وببقى مستنية الأكل يخلص كده بفارغ الصبر. غير الأيام التانية الواحد بيبقى حاسس إن هو كده بياكل علشان جعان ولازم ياكل وخلاص. لكن في الأكلات الشعبية لأ، الموضوع بيبقى غير تماما يعني. وخصوصا بقى العدس الأصفر في الشتاء. انا مش عارفه هو بيقولوا في الشتاء بس ليه، مع انه ممكن ناكله في الصيف عادي جدا. انا لو عليا يعني ممكن اعمل عدس اصفر كل يوم، واحطه كده في التلاجة، وكل يوم اطلع اسخن منه حتى جنب الاكل. يعني طبق شوربة العدس الاصفر ده بالنسبة لي عشق. وكمان بقى منساش طبعا احط عليها ايه، حتة كده سمنة فلاحي او زبدة. يعني المهم كده ايه اطعمه بحتة سمنة. والله ما فاضل الا حتة صغيرة بس مش خسارة فيه. وطبعا مع شوية شوربة العدس التحفة دول، شوية بقى ايه، بصوا ريقي بيجري. شوية عيش كده محمص بحبة ملح وفلفل كده، وبقليه في الزيت بيطلع تحفة ومقرمش وهاشش. وكمان بقى بصلاية كده متقطعة عليها شوية كده ليمون وخل. الله الله على الجمدان، الريحة لوحدها يعني تفتح النفس. انا مش عارفة بقى الناس اللي مش بتحب الاكلات الشعبية دي بصراحة عايشين ازاي، وخصوصا العدس الاصفر القمر ده، شوربة العدس. انا بعمل معاه كمان اللي هو بلسان العصفور يتغمس بالعيش برضو. بس انا بعشق الشوربة، ممكن اتغدى واتعشى وافطر منها لو موجودة عندي في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قمر بجد. غير بقى طبعا كمان ان هي مغذية جدا، يعني جزر، طماطم، بصل، بطاطس، توم، وطبعا شوية بقى الكمون والملح والفلفل والحركات كده، ومكعب كمان مرقة. يا سلام، بتبقى بقى جامدة فعلا. اكتبولي كده في الكومنتات بتحبوا شوربة العدس الأصفر زي ولا لأ، وبتعملوها كمان في الشتاء بس، ولا ممكن كمان تعملوها في الصيف؟